البحر طبعا الأماكن السكنية أو القصور أو العماير اللي موجودة على البحر، آثار ملوحة البحر بتبتدي إن هي تبوظ العقارات، فابتدوا إن هم يعملوا فيه تجديد ويرجعوه وصيانة. وهنا رجع القصر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وده القصر كده بعد التجديد، لكن القصر مقفول. طب هيتفتح فيه ايه او هيعملوا فيه ايه؟ لحد دلوقتي ما اعلنوش، رغم ان الكلام على القصر عزيزة هالم فهمي اللي بين جليم وبين زيزينيا على الطريق على طول، تالت اكبر قصور في اسكندرية، لحد دلوقتي هو مقفول. انا بتمنى ان هم يعملوه متحف شبه متحف اخت عزيزة هالم فهمي، واللي هو معروف بمتحف المجوهرات في اسكندرية اللي هو اصلا كان قصر. فانا بتمنى ان هم يعملوه مكان سياحي ومتحف سياحي، ناس كتير سواء من المصريين او كمان الاجانب ييجوا يزوروه ويبقى متحف. وبرضو لو اتعمل جنبه فندق او اتعمل جنبه بازارات او حاجات سياحية برضو هيبقى حلو، لكن القصر يفضل زي ما هو قصر، تقدر الناس ان هي تدخله وتزوره. وطبعا هستنى رأيكم في كومنت، قولولي رأيكم برضو في الرأي بتاعي، لان هو لو اتعمل متحف كلنا هنقدر نزوره شبه قصر المجوهرات اللي احنا هنروحه الفيديو الجاي. ولكن لو هو اتعمل فندق مش هيقدر اي حد ان هو يزوره في اي وقت زي ما هو عايز بتيكت مدفوع ان هو يدخل يزوره ويخرج تاني، وزي قصر المنتزه اللي دلوقتي فتحوه ونقدر كلنا ندخل قصر الملك فاروق عادي جدا، بندفع تيكت وبندخل نزوره. أتمنى ان هو يتفتح ويكون متحف موجود في اسكندرية، وبجد ناس كتير هتزوره، وهبقى مبسوطة قوي ان هو لو ما فتحش متحف ما فتحش فندق واتفتح متحف. وطبعا ناس كتيرة قوي بتعدي على الطريق ده وما بتاخدش بالها ان هنا في قصر، وناس بتاخد بالها ان هنا في قصر وبرضه ما تعرفش ده قصر مين. فحبيت سريعا اقول لكم ده قصر مين، وكمان اقول لكم حكاية القصر، وكمان افرحكم ان القصر ده هيتفتح ويا رب يتفتح كمان يكون متحف زي ما قلت لكم. سيبولي رأيكم في الكومنت وكنتوا تعرفوا القصر ده ولا لا، ومين مستني الفيديو الجاي اللي احنا هنزور فيه متحف المجوهرات اللي موجود في اسكندرية اللي هو كان قصر اخت عزيزة هالم فهمي وبرضو بنت علي باشا فهمي. وكمان هندخل قصر الملك فاروق ونقعد في كل مكان فيه. دلوقتي بقى مسموح اللي احنا ندفع تيكت وندخل فيه. اكتبولي كمان كومنت حابين ان انا اصور ايه في اسكندرية، ومين نفسه يزور قصور اسكندرية، ومين بالفعل زار مكان في اسكندرية، ورأيكم كمان